يا أهلا وسهلا بكم من جديد، يا أهلا وسهلا بقادة الهيبة. وصلنا اليوم لنقطة محورية جدا، نقطة كثير من القادة يتأخروا في فهمها أو يظنوا إنها شيء يولد مع الإنسان، وهي الهيبة. أنا دكتورة أسرار، وفي الحلقة التاسعة من بودكاست فن القتال الإداري راح نتكلم عن نوع من أنواع القادة، نوع من أنواع القادة ونوع من أنواع القيادة كمان. القادة اللي إذا دخلوا مكان كل العيون تتلفت، بس مو لأنهم صرخوا، مو لأنهم بيخوفوا الناس، لا، لأنهم لما بيحضروا في المكان بيكون في شيء بيفرض احترامه، والكل بيحسب لهم ألف حساب، رغم إنهم بيكونوا محبوبين لأقصى حد ممكن. ما هو نفور منهم أو خوف منهم، بل احترام ليهم، لشخصيتهم، لهيبتهم. هذيل احنا نسميهم قادة الهيبة. هذه صفة الهيبة اللي موجودة عند الإنسان. وزي ما قلت لكم، هذه الصفة مو الناس بتتولد فيها، هذه الصفة إحنا نقدر نكتسبها. تعالوا نتعلم مع بعض اليوم في هذه الحلقة كيف نقدر نكتسب هذه المهارة أو هذه الصفة، وإيش أهم مميزاتها، وكيف نقدر نفعلها بشكل جدا لطيف وغير مباشر. أول حاجة لازم نعرف الفرق ما بين الهيبة والخوف. الهيبة يا أصدقائي هي احترام نابع من قوة داخلية متزنة، ما تحتاج تثبت نفسها في كل لحظة. أما الخوف فهو عبارة عن إيش؟ انصياع مؤقت ناتج عن تهديد مباشر أو سلطة قاسية. الناس تنسى اللي يخوفهم، لكنها عمرها ما تنسى مين؟ ما تنسى الناس اللي تهابهم لاحترامهم، لوقارهم، لحضورهم، اللي دخل وترك بصمة في المكان وما خرج معاهم. ومن هنا لازم نعرف كيف نصنع حضور الهيبة هذه. نبغى نتعلم نصنع حضور إداري يهاب له. أول حاجة وأول حركة لازم نسويها الصمت الذكي في اللحظات الحرجة. أيوة، الصمت الذكي في اللحظات الحرجة. مو كل استفزاز يستحق رد، ومو كل خطأ يستحق عقاب علني. الهيبة بتتبني من قدرتك على احتواء اللحظة، تتكلم بعد ما الكل ما ينتهي، وترد بعد ما تتضح الصورة بشكل كامل، وتصمت لما الكل يتكلم بحماس. الصمت هنا مو ضعف، الصمت هنا فن إداري. بيقول إيش؟ بيقول أنا موجود، بس أنا ما أنجرف مع مع التصادمات والصراعات هذه. هذه أول أول خطوة أو أول حركة تخلينا نكسب صفة الهيبة، الصمت الذكي في اللحظات الحرجة. نشوف الآن الخطوة الثانية أو الحركة الثانية، هي إيش؟ الوضوح في المبادئ مو في التفاصيل. أيوة، الوضوح في المبادئ مو في التفاصيل. القائد اللي الناس تهابه ما يشرح نواياه في كل مرة، لأن الكل يعرف إيش الشيء اللي يرضيه وإيش الشيء اللي ما يرضيه. الكل يعرف إيش هي حدوده في التعامل معاه. الكل يعرف إيش هي قيمته اللي بتفرض احترامه وسط الجمهور ووسط الحضور كلهم. أنت كقائد إذا عرفت أو عرفت بمبادئك بشكل واضح، ما يحتاج كل مرة تهدد فيها. الناس تتجنب اختراقك من باب من باب الفهم والاحترام، مو من باب الخوف. وهذه هي الوضوح في المبادئ، مو في التفاصيل، مو في التبرير.
الخطوة الثانية أو الحركة الثانية هي إيش؟ هي أو أقصد الثالثة هي التحكم في الانفعال. مهما اشتعل الموقف أنت يا صديقي القائد لا تشتعل. الناس جالسة تراقبكم بعيونها وتسمع لنبرة صوتكم وجالسة تشوف حركات أياديكم فين رايحة يمين ويسار. والقائد الهيبة يعرف إنه كل تفصيل بيراقب من قبل الناس اللي حوالينه. عشان كده إيش قلنا؟ الهيبة بتبنى على الثبات، مو على الصوت العالي ولا على الحركة المزعجة المخيفة. فكل ما نتحكم في انفعالاتنا، نتحكم في نظرات عيوننا، نتحكم في نبرة صوتنا، نتحكم في حركة أيادينا وحركة جسمنا، هنا رح نبني إيه؟ نبني هيبتنا. وهذا رح يكون كله في المواقف اللي بيكون فيها إيه؟ بيكون فيها انفعال جدا عالي. هنا الناس تبدأ تقيم ما بين الشخص اللي ليه هيبة وما بين الشخص اللي بيستنزف طاقته في أمور تصغره في هديك اللحظة. ومنها رح نتنقل للخطوة الرابعة والحركة الرابعة، واللي هي إيش؟ اللغة غير المنطوقة. أيوة، هي أقوى من اللغة المنطوقة يا جماعة. متى توصل متأخر؟ متى تنسحب؟ وين تجلس في الاجتماع؟ متى ترفع نظرك فوق؟ متى تختم النقاش؟ هذه كلها إشارات بتصنع الهيبة من غير ما تنطق كلمة. نرجع نعيدها مرة تانية. لما أقول متى توصل متأخر، تعرف فين الاجتماعات أو أي الاجتماعات أو المناسبات اللي لازم أكون متواجد فيها من أول اليوم، أو الاجتماعات اللي لازم أوصل فيها متأخر عشان هذا الشيء اللي راح يعطيني فيها هيبة. تعرف إن كنت في وسط اجتماع متى الوقت المناسب اللي تنسحب فيه من المكان، لأن انسحابك رسالة مباشرة بعدم رضاك للي بيصير هناك، وإنك أنت أرقى من الصراع اللي بيصير. فين تجلس في الاجتماع، موقعك، ترى هذه دراسة وعلم لوحدها، وإن حبيته ممكن نتكلم فيها في حلقة لوحدها، اللي هو كيف نختار الأماكن اللي نوقف فيها أو نجلس فيها بحيث تبرز حضورنا بشكل جدا قوي وجبار. متى ترفع نظرك؟ متى تطالع في شخص بيتكلم وكيف طريقة النظرة اللي بتوجهها ليه حسب الكلام اللي بينقال. في نظرة بتكون نظرة احترام، وفي نظرة بتكون نظرة انت بتقول ايه، وفي نظرة تانية بتقول عيب لا تصغرونا في مواقف زي هذه. وأخيرا متى تختم النقاش؟ متى لما الكل بيتصارع في نقاش وتيجي انت وتقول خلصنا ستوب، وتنهي الدنيا هذه وتنهي الاجتماع هذا كله، لأنك عارف كل ما زودنا في الوقت ومشينا للأسف الشديد الصراع حيعلى وحنخسر العلاقات، لو مو حنخسر المشاريع اللي مطروحة معانا وقدامنا وعلى طاولتنا. وزي ما قلت لكم هذه كلها إشارات بتصنع الهيبة من غير ما تنطق كلمة واحدة. ومن هنا خلونا نيجي ونشوف تمرين اليوم. تمرين اليوم اسمه بناء حضورك الإداري. زي العادة رح أقول لكم خدوا ورقة وقلم واكتبوا معايا. أول حاجة أبغاك تكتبها إيش هي قيمتك التي لا تتنازل عنها. ما هي قيمتك التي لا تتنازل عنها؟ ثاني سؤال، ما هو الخط الأحمر الذي لا تسمح لأحد بأن يتجاوزه معك؟ ما هو الخط الأحمر الذي لا تسمح لأحد أن يتجاوزه معك؟ السؤال الثالث، كيف تتصرف في الأزمات؟
أرجوكم السؤال هذا الإجابة عليه تكون بصدق، مو بأسلوب النظريات. أنا شخصيا كيف بتصرف في الأزمات حتى لو تصرفات ما تعجبني، لأن بمجرد ما أحط التصرف حتى لو كان تصرف غير لائق وما بيعجبني، مجرد ما أكتبه وأقول هذا غير لائق، أعرف أنت سويت عليه ديليت واستبدلته بالتصرف اللائق اللي لازم لازم تسويه ويعكس رقيتك وهيبتك. رابع شيء أو رابع سؤال: متى كانت آخر مرة قلت فيها لا وبثقة؟ جدا مهم الشيء هذا. بعدها راجع إجاباتك هذه كلها وسجل كيف تقدر تبني هيبتك من خلال الإجابات هذه. بمعنى المواقف اللي تكون متناسبة نثبت عليها، والمواقف اللي ما تعجبنا رح نستبدلها بمواقف أعلى في الهيبة، وبمجرد ما تكتبها اعرف نفسك حتطبقها مباشرة. الهيبة بتبدأ من الداخل، لكن ملامحها تبان معاك في الخارج، ما هي عملية داخلية بحتة، لا، تبدأ تشتغل عليها بالأسئلة هذه من جواتك. بمجرد ما تحط الإجابات الصحيحة أو تصحح المواقف اللي أنت ذكرتها، تأكد راح تظهر تظهر صفاتها عليك بشكل مباشر. سوي الأسئلة هذه في الليل وشوف هيبتك بكرة الصباح كيف راح تكون. وصيتي ليكم اليوم ومن قلب قائدة من وسط معارك إدارية: الناس تحترمك مو لأنك الأقوى، تحترمك لأنك الأهدأ، تحترمك لأنك الأوضح، تحترمك لأنك الأكثر ثقة بنفسك. الهيبة يا جماعة ما بنشتريها بالمناصب، الهيبة بنبنيها بشخصياتنا. كانت هذه حلقة اليوم، الحلقة التاسعة من فن القتال الإداري. أنا دكتورة أسرار، وإذا حسيت إنك تحتاج تصنع درع لنفسك فابنيه بكل هدوء بطريقتك وبهيبتك. إن شاء الله بإذن الله في حلقتنا القادمة اللي حتكون عنوانها من النصر إلى التمكين، لما تنتصر هل رح ينتهي القتال ولا تبدأ معركة جديدة من نوع آخر مع نفسك أو مع فريقك أو حتى مع نفوذك؟ هذا كله رح نتكلم عنه ونجاوب عليه في الحلقة 10 إن شاء الله. استعدوا معانا لحلقة لحلقات ختام الموسم، لكنها رح تكون بدايات تغيير مساركم المهني.